والله اللعب بتاع النهارده ده واحد زعلان عليه. اللعب ده كان ممكن يبقى من احسن لعيبه التاريخ والله العظيم. عنده كل مقومات اللي يبقى احسن لاعب في التاريخ، بس هنعمل ايه؟ دماغه المسوحاه، دماغه البرازيليه. السلام عليكم. بعد نجاح الحلقه الاولى، والحقيقه في ناس كتيره جدا قالوا لي الحلقه الاولى كانت حلوه جدا، كمل في السلسله دي. وفعلا كملنا في السلسله دي، وهنتكلم النهارده عن لاعب حصل له ظروف غريبه جدا. مين يتخيل لاعب يتحول من الشهره والنجوميه الى عضو في عصابه كبيره جدا في البرازيل؟ هو ده اللاعب اللي احنا هنحكي عليه النهارده، هو اللاعب البرازيلي ادريانو. بدا ادريانو اللعب في فلامينجو البرازيلي سنه 99، وكان اول موسم ليه وهو عنده 17 سنه. شارك في 24 ماتش واحرز 10 اهداف وهو عنده 17 سنه بس، عشان يلفت انظار الانديه الاوروبيه وعلى راسها انتر ميلان. وفعلا ادريانو اختار الدوري الافضل في الوقت ده، هو الدوري الايطالي، وطبعا اختار الانتر ميلان زي ما انا قلت. لعب اول موسم مع الانتر 8 مباريات فقط واحرز جون واحد. هو كان لسه صغير، عنده 18 سنه بكتير، فقرر الانتر يعير ادريانو لفيورنتينا الايطالي عشان يكسب شويه خبره. وزي ما انا قلت هو عنده 18 سنه بس. لعب الحقيقه موسم مش بطال مع فيورنتينا، لعب 15 ماتش واحرز 6 اهداف. ويجي الموسم اللي بعده ويقرر انتر يعيره لتاني مره، بس المره دي مش لفيورنتينا، راح بارما الايطالي. وده الموسم اللي بدايه الانفجار لادريانو وهو عنده 20 سنه. لعب مع بارما الايطالي 37 مباراه واحرز فيها 23 هدف، والحقيقه دي حاجه صعبه جدا للاعب عنده 20 سنه، وكمان كان بيلعب في اقوى دوري في العالم في الوقت ده واقوى دفاع في العالم في الوقت ده. ويجي الموسم اللي بعده ويقرر الانتر يرجعه تاني الانتر موسم 2003، وشارك في النص الثاني من الدوري ولعب 18 ماتش واحرز 12 جون في النص الثاني من الدوري. وكمان كان ساعتها الدوري الايطالي في دفاعيا جامد جدا، مش زي دلوقتي هالاند بيحط بال50 جون، لا، اللي كان يحط 20 جون او 30 جون في الدوري الايطالي في الوقت ده يبقى حاجه عظيمه جدا. زي ما انا قلت الموسم ده هو موسم الانفجار لادريانو. في الموسم ده برضو ادريانو شارك مع البرازيل في كوبا امريكا، اللي البطوله كانت فرص البرازيل فيها قليله جدا. البرازيل داخل البطوله من غير رونالدو ولا روبرتو كارلوس ولا كافو ولا رونالدينيو، وكان الاعتماد في البطوله دي عن الشباب. والشباب كان وقتها جيليو سيزر الحارس المرمى البرازيلي، ومايكون اللي كان بديل كافو، ولويس فابيانو، وطبعا الاخير ادريانو اللي كان بديل رونالدو. ومن هنا بدايه ادريانو مع البرازيل وبدايه ادريانو مع الامجاد البرازيليه. الحقيقه ادريانو عمل بطوله كبيره جدا جدا، كان هداف البطوله ب7 اجوان، كان نجم البطوله، مش هقول لك نجم الفريق، لا، ده كان نجم البطوله بلا منازع. ومثلا يعني في النهائي مثلا في البطوله دي اللي ما بين الارجنتين والبرازيل، الارجنتين كانت متعادله مع البرازيل 1-1 لغايه الدقيقه 87. الارجنتين حطت جون في الدقيقه 88، واعتقد كده خلاص 2-1 للارجنتين، ونقول مبروك على الارجنتين البطوله. ويجي ادريانو من بعيد وفي الدقيقه 93 يحرز الهدف التعادل 2-2، ويلعبوا ضربات جزاء والبرازيل تكسب البطوله. وعلى فكره ادريانو احرز ضربه الجزاء اللي في ضربات الجزاء كمان، ليتوج البرازيل بالبطوله وادريانو باحسن لاعب في البطوله وهداف البطوله كمان. كل ده والدنيا ماشيه كويس جدا مع ادريانو، وكل الصحف الاوروبيه بتتكلم على نشأة نجم عظيم في الكره العالميه، ويحصل الحاجه اللي قلبت موازين تاريخ ادريانو. وبعد الفوز بالبطوله مع البرازيل ب9 ايام بس، وهو لسه بيحتفل بالبطوله، جاله خبر ان والده توفى بالسكته القلبيه. والخبر ده جه في المعسكر وهو مع الانتر. اللي كان معاه في الاوضه ساعتها كان زانيتي لاعب الانتر. زانيتي بيحكي في مقابله قبل كده على اللي حصل في الوقت ده، بيقول ان ادريانو فضل يصرخ زي الاطفال وقعد يتنطط بطريقه غريبه جدا. وبيقول زانيتي برضو ان اول مره يشوف شخص كان بيصرخ بالطريقه دي من الوجع. نعدي النقطه دي وهنرجع لها في الاخر، وهقول لكم ليه هنرجع لها في الاخر. ويخلص موسم 2004 اللي اعتقد كان ناجح الى حد ما لادريانو، ويدخل على موسم 2005. ده افضل موسم لادريانو على الاطلاق. في الموسم ده سجل 28 جون، ومنهم 10 كان في الشامبيونز ليج، وكسب مع الانتر كاس ايطاليا، وهو كان ليه الدور الابرز في الفوز بالبطوله دي. في النهائي هو اللي حط الجونين بتوع الفوز لما كسب روما 2-0، كسب كاس القارات مع البرازيل، وحط 5 اجوان في 5 ماتشات في البطوله دي، وهو كان هداف البطوله. ويخلص موسم 2005 الناجح جدا لادريانو، وندخل على موسم 2006. وفي موسم 2006 ادريانو احرز 19 جون وعمل 8 اسيستات في البطوله دي، وفاز بالدوري الايطالي مع الانتر. بس برضو موسم 2005 هو اللي كان موسم عظيم لادريانو، من حيث الاجوان الجميله، حيث الاهداف اللي كانت مهمه جدا للفريق في الوقت ده. ويخلص موسم 2006 الناجح لادريانو. برضو ندخل على موسم 2007. من هنا هيبدا الكيرف ينزل، ومن هنا يبدا الدماغ البرازيليه تبدا تنطلق، سهرات وشرب. وعلى فكره ادريانو كان بيشرب في السنين اللي فاتت كلها، وكان بيسهر في السنين اللي فاتت كلها، بس كان ابوه عامل كنترول عليه. عشان كده كنت بقول لكم عاوز ارجع لكم في النقطه اللي فاتت دي. موت ابوه هو النقطه الفيصليه في حياته. مش التاثير العظيم عشان هو عمل مواسم بعد كده قويه، بس كانت النقطه اللي ابوه كان عامل كنترول
عليه الى حد ما. بيسهر بس بيتمرن، بيعرف يروح التمرين، بيلعب ماتشات كويسه، ويخلص موسم 2007 وندخل على موسم 2008 وتزيد المشاكل مع ادريانو لدرجه اللي في الموسم ده لعب 6 ماتشات بس في النص الاول من الدوري، ودخل مشاكل مع دونجا مدرب البرازيل وقتها ومع مانشيني مدرب الانتر وقتها. فقرر موراتي مالك الانتر وقتها يعير ادريانو لساو باولو بسبب مشاكل ادريانو كتير. ادريانو لعب مع ساو باولو 10 ماتشات واحرز 6 اهداف، وده معدل قوي جدا ومعدل حلو جدا بالنسبه للاعب، بس هو كان عامل مشاكل كتير جدا في ساو باولو. كان بيروح التمرين متاخر، مره ضرب المصور بتاع الفريق، فساو باولو قرر يفسخ العقد ما بينه وما بين ادريانو. فراح ادريانو الانتر تاني في موسم 2009، شارك في حوالي 7 ماتشات بس واحرز 3 اهداف، لان ساعتها كان المهاجمين الاساسيين في الانتر كان ابراهيموفيتش وبانوتيلي، وده كان البيك بتاعهم. وبعد الموسم الاخير موسم 2010 انتر ما جددش مع ادريانو عشان ادريانو قرر يروح فلامينجو البرازيلي، وعلى عكس المتوقع عمل موسم هايل جدا وما عملش مشاكل وركز في الفريق واحرز 23 هدف، وكان هداف البطوله مع فلامينجو، كان هداف النادي وهداف البطوله. عشان بعد الموسم الجبار ده يجي له عروض من اوروبا تاني ويقرر يروح الدوري الايطالي تاني، بس المره دي ما يقررش يروح الانتر، يروح روما الايطالي. بس لما راح روما الايطالي الدماغ البرازيليه بدا تلعب تاني ويسهر تاني، وما لعبش مع روما كتير، شارك في 5 ماتشات بس عشان روما تقرر تفسخ العقد مع ادريانو. بعد كده يقرر يروح كارينثياس البرازيلي. هو الحقيقه ما عملش حاجه قوي في النادي عشان يدخل ادريانو لدوامه الانديه اللي مش معروفه، يروح هنا ويروح هنا، يلعب شهرين هنا شويه، يلعب شهرين هنا شويه، ويقرر في 2015 اللي يعلن اعتزاله. ادريانو كان ممكن يكون المهاجم التاريخي للانتر ميلان، كان ممكن يكون من الافضل المهاجمين على مر التاريخ، بس للاسف الدماغ البرازيليه اللي بتسوح كل لاعب برازيلي. خساره لاعب زي ده وبالامكانيات دي يكون ده مسيرته. وفي النهايه قولوا لي في الكومنتات تحت اتكلم عن اللاعب المين القادم. سلام.